السلام عليكم ورحمة الله. كيف الحال يا اخوان؟ مبسوطين ان شاء الله؟ الحمد لله. يعني في تحسن، في تحسن. أه وحبيت ابلغكم انه دعواتكم لي في قرارات مصيرية قاعدة تصير الايام هذه. تكفون ادعوني، تكفون. وشوفوا مين شرفنا. حسا يا زلمة، القطوة شرفتنا وتقول لكم لا تنسونا من الدعاء، بارك الله لي ولكم. اسمع صوتها. قولي هاي، قولي هاي، قولي هاي، قولي هاي، هاي هاي. يلا انزلي بس انزلي يا شيخة. دعواتكم يا جماعة الخير، لا تحرموني من دعواتكم. تكفون طالبكم، والله في قرارات وفي أشغال مرة كثيرة. تكفون بليز مان. اي والله يا عيال. ايش انتم مسوين؟ علموني ماذا أنتم جالسين سوف تفعلون الآن ماذا تفعلون؟ جاوبوني. أنا بالنسبة لي توني خذيت شاور، وقبلها كنت يعني في شغل، وذا الحين خذيت شاور تعطر وأطلع السيت اب عشان شوفوا مين شرفنا هسه. يا هلا. الدور الثاني يا جماعة الخير. ريحته خايسة. هذا فلة، عرفتوا؟ رحلة الساعة 4 الصباح بإذن الله. الزبدة. إيش كنت بقول؟ كنت بقول حاجة. أيوة، أبغى أشرح لكم وضع البثوث ذا الحين بمساعدة الحساء. حساء ذا الحين نتساعد عشان نوصل لكم المعلومات اللي تسمعونها ذا الحين. بسم الله. بالنسبة يا جماعة الخير للبثوث، حلو. عندي توصية طبية، أبث يوم وأريح يوم، ولا أريح يومين عشان إيش؟ الآيس كاب وكذا، تعرفون يأثر يا جماعة الخير. هذا واحد. 2، قاعد يسلخ الناس استرايكات ذا الحين، في ناس ينزلون بثوث. فأنا إذا تبغوني أبث بشكل يومي، يعني حتى على صحتي، على حساب صحتي، ما عندي مشكلة. أنا معاكم، عرفتوا؟ بس تنحرق ناس في التليجرام، ناس في التيك توك، ناس في اليوتيوب، سرقة محتوى. أنا فداكم، وأنا أبغى أبث بشكل يومي وأنزل في اليوتيوب، لأنه ما عندي الإديتور واحد. لو في 3 إديتور ما عندي مشكلة، بس عندي إديتور واحد. والله إني قاعد أبحث بس ماني محصل إديتور يعني يساعد الإديتور اللي عندي. أنا أبغى 3 إديتورات، 4، ما عندي مشكلة. عشان إيش؟ ما عاد أوقف. أبث اليوم رعب، أبث بكرة جراند، أبث بعده أمونجس، أبث بعده فورت، أبث بعده الجن والعفاريت وابن سبيل ما ظهر منها وما بطن. معايا يا إخواني، معايا في الشرح. لحد ينام. فنرجع لمحور حديثنا. فأنا واحد وإديتور واحد. أنا أبث، إذا تبغوني أبث بشكل يومي، في طرف ثالث بيننا، المتابعين، حلو، اللي يحرقون مقاطعي، يفرمون، والإديتور هذا يشتغل كذا دائرة، وأنا كذا، أنا كذا، والإديتور كذا. يعني هو أبطأ مني شوي لأنه هو إديتور وأنا أبث. حلو. المتابعين يحرقون، فأنا أضطر من فوق خشمي، ما هو بكيفي، لازم أوقف يوم يومين عشان الإديتور يلحق. ضروري أباكم تكونوا معي في الصورة. ما هو دربح يسحب عبث، لا، دربح متضرر من الناس اللي ينزلون بثوثي وينزلون محتواي، فأضطر أني أوقف. أضطر، والله ما هو بكيفي. أحيانا أضطر وأحيانا لا، والله أشغال. بس حاليا اجتمعت كلها أشغال، وبرضو عشان شعري ما أبغى يتساقط، فما أبغى برضو أظهره يعني في التويتش وفي اليوتيوب، وهذه عرفتوا اللي أبغى بعدين. أبغى أشوف يعني أبغى كذا مفاجأة. حلو. أقلع السناب، ليش ما يصير زي اليوتيوب أفك الكاميرا وخلاص؟ الزبدة. فأنا أحيانا أوقف لأنه ظروف القناة والإديتور لازم تجبرني إني أوقف. حلو. فوالله العظيم يا جماعة الخير، أنا مرة نشيط وأنا مرة متفاعل معاكم بشكل جدا كبير، ولكن أحيانا الظروف أكبر مننا، عندنا حال فللا، فأضطر إني أوقف. إذا تبغوني مثلا أستمر، دبروا لي 3 إديتور عشان أكون سريع في البثوث، ولا عاد أحد ينزل مقاطعي وأنا أصير سريع، ولا جيبوا لي عقد يعوض الأمور هذه. عقد أشخط العقد وارتاح، أبث كل يوم وارتاح، حتى لو نحرق علي المحتوى عادي، أنا موقع على عقد عادي، يعني في شيء يعوض. وتذكروا دوما وأبدا، تذكروا إنه إمكانياتي على قدي، لأني سولو، ولكن
للمتعة، ولكن يا جماعة الخير للمتعة معاكم على طول. أنا معاكم بستمتع بأجمل اللحظات في الأيام هذه والأيام اللي راحت والسنين الماضية والسنة هذه، أنا بستمتع معاكم. ولكن يعني فيه كذا، عرفتوا اللي متابع يحرق، متابع يتنمر علي. عرفتوا أنا صرت حساس ترى شوي، بدأت من يوم طلعت لي إشارتين في راسي تروني صرت أتحسس. وولف قل لي أي كلمة ما تعجبني. ليش شعرك زي كذا؟ كيف سبني؟ يقلع بليسك. انت قاعد بليسي، قول كلب حمار يا حيوان. اقول لا تغلط. اما ذا الحين كذا انت طيب، دور مشاكل.